الشاويش عطية اشتغل كمثري في القطر، قدم في فريق تمثيل هيئة السكة الحديد، وكان بيحب يلعب بوكس، وكان بيعيط من أقل موقف. وإسماعيل ياسين ما سألش عليه لما تعب ولا حتى راح العزا. وفريد قال له ما تزعلش، إسماعيل ياسين مش بتاع مجاملات ولا مواقف. في سنة 1903 اتولد رياض القصبجي، أو زي ما عرفناه من السينما الشاويش عطية. والقصبجي أو عطية زي ما تحب تقول اتولد في جرجة في الصعيد، وعاش طفولة عادية مفيهاش أي أحداث مهمة. ولما كبر سافر القاهرة عشان يشتغل ويلاقي وظيفة حكومية يعيش منها، فبدأ حياته كمثري في هيئة السكة الحديد، وكان من المجتهدين والمخلصين كمان في عمله، بشهادة كل زمايله اللي شافوه في حاجة مختلفة. أهمها إنه رغم ملامحه الحادة لأنه بيتمتع بطيبة قلب وخفة دم ملهاش مثيل. وعشان كده لما هيئة السكة الحديد كونت فريق تمثيل نصحوه يقدم فيها، وقتها عم عطية رفض وقال ماليش أنا في الحاجات دي، لكن في الآخر وافق كنوع من الترفيه عن النفس من ضغط الشغل وصفافير الإطارات اللي كانت بتمشي بيه يوميا من شرق الغرب والعكس. مع أول تجربة ليه مع الفرقة أثبت القصباجي إنه ممثل تقيل وكوميديان ليه طبيعة خاصة وتركيبة مش موجودة على الشاشة، وده كان سبب كافي إن أكتر من فرقة تطلب إنها تضمه. في الوقت ده كان القصباجي أو عطية بيشيل حديد وبيلعب بوكس، كان في نادي مختار في شارع عماد الدين. وفي يوم وهو بيتدرب خد باله ان في كام حد بيتفرج عليه، ولما سأل المدرب قال له دول عايزينك تمثل معاهم في مشهد من فيلم سلفني 3 جنيه مع الأستاذ علي الكسار. ورغم تردد القصبجي إلا أن المدرب وكل اللي حواليه نصحوه يوافق، لأنها كانت فرصة مش هتتعوض. وجرب القصبجي ونجح بالمشهد، وبعد الفيلم حس ان الفن بيناديه، فساب الوظيفة والقطارات وقرر يتفرغ للتمثيل. وبدأ يتنقل بين أكتر من فرقة زي فرقة علي كسار وفرقة جورج أبيض وفرقة إسماعيل ياسين. الشاويش عطية كان في الكواليس وفي بيته مع ولاده ومراته مش بيبطل هزار وكمان ضحك ونكت، لكن من أصغر موقف كان ممكن يتأثر ويبكي زيه زي العيل الصغير. ورغم كده الناس في الشارع كانت بتتعامل معاه على إنه راجل غليظ القلب والمشاعر. وكتب عم عطية مقال في مرة اتكلم فيه عن الموضوع ده، وقال انه كان ليه هيبة وشنة ورنة قدام الناس اللي بيتعامل معاهم من البقالين والبياعين وغيرهم، لدرجة انه ما كانش حد منهم يجرؤ انه يبيع له اغلى من التسعيرة، لانهم باختصار كانوا بيخافوا منه وكانوا متصورين انه وحش في الحقيقة وكمان وحش زي ما هو وحش على الشاشة. لدرجة انه قال في مرة انهم دايما بيجعلوني احس ان الفتوانة ليها امتياز على الضعف. وقال عم عطية برضو انه اتحط في اكتر من موقف محرج بسبب تصور الناس عنه انه شرير ووحش. قال انه كان قاعد على القهوة وفجأة لقى راجل قاعد قدامه بيبحلق فيه ثواني ومشي، وبعد شوية رجع تاني ووقف قدامه وبحلق شويتين ومشي. فعم عطية خاف يحرجه وقال اكيد معجب، سيبه يا واد يتفرج براحته. لكن بعد كام دقيقة رجع الراجل بعد المرة دي ما بحلقش ولا حاجة، وتجرأ وتشجع وتلحلح، وراح مباشرة لعم عطية وقال له تسمح يا أستاذ تيجي معايا شوية برا القهوة. ومن كتر الفضول الشاويش عطية قال له ماله اجي. فالراجل ميل عليه وقال له بصوت واطي معلش اصل الست بتاعتي وولادي واقفين على الناصية التانية عايزين يتفرجوا عليك. وراح الحاج عطية مع الراجل ووقف قدام أسرته الموقرة، وفجأة الست حرم وقالت لابنها الصغير اهو والله لو عيطت تاني لاجيبهولك. فالواد قعد يصرخ ويعيط، وطبعا الحاج عطية حس بالإحراج فخدله في سنانه وطلع يجري. الشاويش عطية حقق نجاحات كبيرة في السينما وصنع كاركتر مميز صعب يتكرر، لكن كعادة الفنانين في الزمن ده الدنيا ضحكت له في البدايات واديته ظهرها في النهايات، فوصل الحال بيه انه مش لاقي شغل وقاعد في البيت، ومن كتر ما نفسيته اتأثرت وتعب اتصاب بشلل نصفي. وكان فارق معاه جدا ان اسماعيل ياسين اللي ارتبط اسمه باسمه ما كانش بيزوره رغم انه فضل تعبان سنين. وقال فتحي بن رياض عن الموقف ده البرنامج بوضوح: رغم اشتراك والدي مع الفنان اسماعيل ياسين في معظم الاعمال الفنية اللي كانت سبب في شهرته، الا انه ما جاش زاره اثناء مرضه بل لم يأتي للعزا كمان، وده كان ليه تأثير سيء على نفسية والدي قبل الوفاة. وكان بيسأل طيب هو انا عملت فيك ايه يا اسماعيل؟ ده احنا
حتى اخواتي اخي طب تعالى زورني وانا عيان. وقال كمان في مرة كنت قاعد مع ابويا والفنان فريد شوقي فلقيته بيعيط لما افتكر اسماعيل ياسين، وافتكر انه ما زاروش ولا مرة من كام سنة. ففريد الأطرش قال له معلش يا رياض، انت عارف اسماعيل ملوش في المجاملات، هو مش اجتماعي. فريد شوقي كان يقصد التهوين على والدي، ولكن لا أرى عذر أو مبرر لغياب اسماعيل ياسين عن زيارته، لأنهم كانوا مشكلين ثنائي ناجح جدا. حتى بعد الوفاة لم يكتب لأعماله تحقيق نجاح زي اللي حققها مع رياض القصبجي.